ومساء الخير الأحلى متابعين، شلونكم أخباركم؟ اليوم جيناكم بلعبة جديدة. طبعا أنا وبالحكم نشرنا مقطع فيديو على التيك توك وطلبنا من متابعينا أنه يسألونا أسئلة وإحنا راح نجاوب عليها. هاي اللعبة هي لعبة الصراحة، طبعا لعبة تكشيف الحسب. جتنا أسئلة منها خفيفة الله يعطيهم العافية المتابعين، ومنها قوية. حلوة الصراحة. على فكرة أنا من النوع يلي يروح قلبه الصراحة، وبصراحة ببرنامج التيك توك أغلب الناس حبوني لأنه يعرفون أبو الحكم زلمة هيج صريح. تنشوفك اليوم أبو الحكم. أبو الحكم زلمة هيج قوية، ما يحب اللف والدوران يا شباب. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى كل واحد يشوف هذا الفيديو يضغط على زر الاشتراك ويحط لنا لايك للفيديو ويعلق تعليق حلو نفسه. وطبعا ونطلب منكم طلب ثاني، حبيب قلبنا حمودة صديقنا راح نحط رابط قناته على اليوتيوب بالوصف، ينشر ديني، اتمنى الكل يتابعه. بصراحة هو مش وآسف لأنه طولنا عليكم، هو الشاب شوفهم يعني ينشر بديني بصوته وعن جد حيقدم شيء حلو، بس مع الأسف بأيام نهاية اللي قدم ديني ما حد يتابعه. طبعا يلي كفو رابطه حطينا احنا بالوصف، يضغط عليه ويشترك بقناته ونبلش بالتحدي. طبعا احنا بلش لأنه أنا متحمس بصراحة. أول حكم وحاب اقول لكم كلمتين قبل ما نبلش الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. اني والله العظيم ما اعرف شو كاتب بالتعليقات، ما اعرف. طبعا هو ما يعرفاني، سحبت التعليقات من الفيديو كلهن وكتبتهن وحطيتهن بهاي ما اعرف وراح نسحب. يعني لاني مجهز حالي ايش بدي اجاوب او يعني الاجوبه. طيب وين ما يجاوب يا ابو الحكم؟ اللي ما يجاوب بده يتعاقب. بس مو بالطحين والله ما اعرف يا حبيبي، انا ما اعرف. انت هي شرطة لعبتك. طيب يلا بسم الله. اتمنى كل واحد له تعليق يتابع الفيديو للاخير، ممكن يطلع تعليقه. طبعا ممكن الفيديو ما يطلع تعليقات كلها، راح نسوي فيديو ثاني. تعليقات كثيره بصراحه يعني. نعم. يمكن فيديو ما يكفي 150 تعليق. بلش الناس متحمسه. بلش بدك تسحب. يلا انا اسحب. بسم الله يا رب. السؤال يمكن يكون لك على فكره، يعني مو شرط لي. طيب اقرا انت سجلت. ابراهيم الهنكوري يقولنا اسم زوجة نوح واسم زوجة لوط. احنا بفحص ولا احنا قلنا لعبة الصراحة؟ شنو اسم زوجة والله نوح؟ ما اعرف بصراحة، انا ضعيف بالنسبة للأسئلة الدينية، ضعيف والله واني ما اعرف. انا بصراحة متحمس، خليني اسحب. طبعا ما اعرف حسب احتمال السؤال. طيب انت اللي سجلت. انا ما اعرف والله شو كاتب بالورق، ما اعرف. طيب زلمة مثلي مثلكم. ابو عيون يقول ابو البيس كم مرة حبيت؟ بصراحة يا باسل يا محمد وهي امانة برقبتك، احكي عادي ما بيشي. 50. 50 يا ظالم يا اخي، قلبك كبير. حبيت 50 مرة عن جد. حب عن حب يا باسل يختلف. مزبوط. يعني اليوم لما تحب انسان بالطريق هيك يعني كانك ارتحت له، لا هو قصده الشاب حبيت حب مرتين يعني بحياتي. حب مرتين. هيش يعني معقول، بس مو 50 يا ابن اخوي. هاي جاوبنا لك يا ابو عيون، برافو. تحياتي لك على هذا السؤال. يلا اسحب لك واحدة انا نشوف. الشفت حسبنا. لا خيو عادي. طيب هو الحكم اسحب. تفضل اقرا لانه هو كاتبها مخطه معه. طيب بسم الله. احتمال كل اللي يسحبها احتمال له، يعني مو شرط الاسئله تكون لي، حسب احنا وحظنا يعني. ماليتا سؤال تقول تحبون حدا ومين؟ صراحه ما احب حدا انا. ولا أنا صراحه. هذا جوابك يا ماليتا، تحياتي إلك. لا أنا أحب إنسان بس ما راح أقول اسمه طبعا احتراما لهذا الإنسان. ماشي، أنا أحب إنسان بس ما راح أقول اسمه طبعا احتراما لهذا الإنسان، إنه ما أحب أذكر اسمه على هذا الفيديو. ممكن الفيديو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فما نحب نذكر اسمه، اسم بنت يعني. ماشي، تحياتي لك يا ماليتا. كفو يا ابو البيس. اسحب اقرا. يا محمد اليوم ماشي لهوا الحكي. تعال انت ابن اخوي تقعد معنا، عايز اتفرج. تعال اقعد بنشوف يطلع لك. هذا مثل العرس لما بعرس يسوون عرس. يتفرجون علينا انه احنا كشف. تعال اقعد، تعال بلطيف. تعال اقعد بالله عليك، تعال. تعال يلا اسحب. هذا مصورنا طبعا يقدر يصورنا. يلا اقرا يا اهل الدير. اقرا يا ابو البيس. يا محمد ادب الحكم. جود تقول كم مرة حبيتم بحياتكم؟ وش قد فترة الحب كانت؟ طبعا السؤال موجه لي ولك يا ابو الحكم. جود طيب. عرفتها طبعا، صديقتنا زهرة ساكنة ببير حسن. محمد طيب جاوب انت بالاول. انت جاوب انت. كم مرة حبيت بحياتك يا ابو الحكم؟ بكل صراحة. والله انا حتى جوابي راح يكون مضحك. شوف صراحة. انا بكل صراحة اقسم بالله ما اكذب. شوف
أنا سبحان الله منشوراتي تضحك، حتى حبي يضحك سبحان الله. يلا. حبيت وحدة يا شباب كان عمري 6 سنين. 6 سنين؟ لا عجيانة. واخر شيء ما صار نصيب سبحان الله. 6 سنين يصير نصيب؟ ايه وحبيت شو زاد. كانت فترة الحب بينك وبينها يعني؟ والله فترة الحب كانت من طرف عمرك؟ واحد. شوفهم شو كان عمرك؟ يعني متخوزق، حتى بالحب متخوزق. شو كان عمرك؟ كان عمري تقريبا شيء 7 سنين 8 سنين، حب بريء. وظلينا احبها تقريبا شيء 5 6 7 سنين، واخر شيء تجوزت. وهي ما حبتني، هو على حبتني، انا ماني زعلان. لولا بس حبتني ما حبتني. ورديت حبيت مرة ثانية بصراحة. كان عمري شيء 13 سنة 14 سنة. 14. شو كانت فترة الحب؟ بس شوف بدي اعطيكم ملاحظة عني، اغلب الناس راح من ورا الشاشة راح تقول ايه ابو الحكم هتسحب علينا ولا كذا. يا شباب بدي اقول لكم شغلة بصراحة، الحب ما هي كلمة سهلة. اليوم الحب لما تقول احب نعم. ما بشيء اسمه والله انك والله يعني اي بنت عاد تحكي يعني تحكي مع بنت معناته تحبها ولا كذا، لا. الحب يا اخي شيء عظيم، مو اي شخص خلص تقول عنه احبك. عرفتم علي؟ مظبوط. تفضل يا ابو البيت جاوب على السؤال. جاوب علي يعني. انا طبعا قلت لهم اولي مرتين، والفترة كانت شيء 5 شهور تقريبا. ماشي؟ كانت شغلة 5 شهور. بعدين بس سؤالكم انه مين تحب يا ابو الحكم؟ يعني مين بحدا يحبني ليش يعني؟ شو ما بحدا يعني اليوم ابو البيس معقول بس كثير انا يحبونك ابو الحكام. يا ولد خلاص اسحب يا رب اقرا. يطلع اسم خطيتك. خلاص انت ظل اسحب منه يمكن يلا. يطلع السؤال لك. يلا. ايمان يا محمد يا ايمان، بتحبوا مين ومن اي محافظة؟ جاوبنا على السؤال من شوي نحن. ايمان بتقول طبعا بتحبوا مين. طبعا انا جاوبت قلت اني مع احترامنا لهذا الشخص طبعا ما راح اذكر اسمه. من شوي جاوبنا عليه هو نفسه يعني. ومن اي محافظة لا، راح بس اقول انه من سوريا. راح نبيها الزلمة اليوم. يلا. طيب بسم الله. كريم سيل يقولنا بطلوا تمثيل باب الحارة. طيب هذا موضوع طويل، احب بس اقول له اياه بس على شغله. كريم تحياتي لك. كريم حبيبي تحياتي لك اول شغله، ثاني شيء بدي اقول لكم شغله يا حبايب قلبي. ارضاء الناس غايه لا تدرك. ليش؟ راح اقول لكم ليش. لان اليوم يا شباب اني احب اللون الاسود، ماشي؟ يعني الحين لابس ازرق هو لابس اسود. يمكن هو يحب اللون الازرق ما يحب الاسود. نعم. فبمجتمعنا العربي وبالكره الارضيه كلياتها كل انسان له ذوقه. انا احب اللون الاسود، انا احب البنت الطويله مثلا، يمكن هو ما يحب البنت الطويله يحب القصيره. فكل انسان له ذوقه. بناس حبت باب الحاره، بناس ما حبت باب الحاره، بناس حبت ضيعه ضايعه، بناس ما حبت بناس ما ضيعه. حبت ضيعه. يعني كل انسان عن جد له ذوقه. وتحياتي لك انت يا كريم. وبس طبعا حاب احكي كلمتين زاد لو انه طولنا الفيديو حبايب قلبي لا تواخذوني، هو هرج على فكره الفيديو هذا حلو يعني. شوفوا بدي اقول لكم شغله حبايب قلبي، انا راقبت تعليقاتي كلياتها من اول ما فتحت التيك توك لها اليوم. نشرت نكت، العالم ما حبت النكت، بين ناس ما حبت النكت. نشرت ديني، الناس انتقدتني. نشرت حكم، هتتفاهمون علينا ابو الحكم. نشرت شنو بدكم تمثيل، شو هالبياخه، ولك ضحك انت على عمرك، ضحك على مدري شنو. يعني ما تنشر وصلتكم العالم، الفكره اكيد يعني. ما راح تقول لك انه انت فعلا انسان كويس. وتحياتي لك يا عبد الكريم، ووعد مني لك راح انوع لك بالفيديوهات. وبدنا بعد شوي ننزل نصور ضيعه ولعيونك وماني مزعلك. وتحياتي لعبد الكريم. هذا تعليق جديد. اهلا عبد الكريم. ابو الحكم اكثر شيء تخيل ما يصير معك. شلون يعني؟ يعني اكثر شيء انه تتخيل انه هالشيء ما راح يصير معك. الشيء ما يصير معي. ايه يعني شغله تتخيلها انه مستحيل بهالحياه تصير معك. والله شوف يا غالي ما في شيء مستحيل بهالحياة، ما في شيء مستحيل. بس في شغله اتخيلها انا ما تصير معايا، اني لا سمح الله اقع او اخسر حيلي، لا سمح الله اني واني بالغربه انه لا سمح الله اخسر حيلي او ابتلي به الابتلاء هذا. ان شاء الله يا رب اتخيل انه ان شاء الله ما يصير بي هالشيء. ان شاء الله كل شيء العلم عند الله، كل شيء وارد يعني على قولتهم يعني. ان شاء الله. اسحب والله عجبني هاللعبه، عجبتني بصراحه كثير حلوه انك تحكي شيء اللي بقلبك نعم. طيب حلوه يعني. بنت سوريا تقول باسل شو تقرب لأبو الحكم. تحياتي لك يا بنت سوريا. طبعا انا وابو الحكم اصدقاء ما نقرب لبعضنا شيء. هو من منبج من منطقه اسمها مستريح جفتلك، واني من ريف الرقه من منطقه اسمها الجرنيه. نعم. طبعا ما نقرب لبعضنا شيء بس اصدقاء
بطعم اخوه، بطعم مثل ما يقولوا. اخوه يعني، بس مجرد ربما اصدقاء لم تلده امك. كقرابه حقيقيه ما نقرب لبعضنا. نعم. ولا باي شكل من الاشكال. ما في قربة هو يعني. من منبج بطوشي واني من الرقه نعيمي. ولولا الغربة ما عرفوا ولا ما يعرفني. عرفوا ولا يعرفني بس ان شاء الله خالص. باذن الله بس نروح على سوريا اروح له ويجيني وكذا. نعم. خذ تعليقات مشان ما نطول على تمام. الشباب الكامل. وهذا الطريق اللي بعده. حلوة، عجبتني يعني هاللعبة الصراحة. وليد، تحياتي لك يا وليد. يقول لك ابو الحكم ليش انت نفسيه؟ شوف يا غالي، اول شيء حلو سؤالك، بعدين احب اقول لك قدام كل الجمهور حبيب قلبي، والله العظيم يا غالي يمكن انت تفكرني نفسيه، يمكن يكونك معلقلي على الفيديوهات انا ماني رادد على تعليقك، يمكن يكونك فايت على البث لا سمح الله فجأة انا ما يكون منتبه على تعليقك، فاحب اقول لك شغله يا حبيبي، انا اول ما افتح التيك توك تخيل كل ساعه يجيني فوق ال 500 تعليق 200 تعليق بالساعه الوحده، فاني سؤال لمين بدي ارد ولمين ما ارد، مزبوط؟ واني يعني مرات والله الانسان يكون عليه ضغط. ويشهد علي الله، واتمنى من كل الناس يعلقون بهالفيديو ويكتبون ابو الحكم اذا نفسيه ولا لا. من لا يعرفك من يعرفك جيدا لن يخطئ في فهمك، بس انت معلش ما تعرفني واني اعذرك، وتحياتي لك. شو اسمه؟ واني مو نفسيه. ها وليد. وليد حبيب قلبي يا وليد، والله تشرفت بيك وحاكيني على الخاص ولعيونك والله، واحلى صديق مميز. اللي بعده. اللي بعده، خذ اللي بعده. الامير، ابو الحكم من المفضل عندك على التيك توك؟ شخصيه مفضله عندك على التيك توك؟ طبعا امير يسالك. شخصيه مفضله عندك على التيك توك؟ بصراحه عندي هو مع اني ماني متابعه يعني، بصراحه فيديوهاته يجذب نظري. مزبوط بهذا اللي ينشر عن الباص، اللي يظل يقول لك يا جحش ولك يا حمار هذا بالباص، عرفته؟ اللي بتركيا يظل ينشر بقلب الباص هذا، مع انه شوفوا ماني متابعه الرجال، تحياتي له حبيب قلبي، لو اني ماني متابعه احكي لكم اني ماني متابعه، بس هذا الزلمه عن جد احب فيديوهاته، وطبعا كل الناس اللي متابعيني اني زد عندي اياهم مفضلين، مو بس هو قايل لك الشاب شخصيا واحدة. هو هذا بذاته. تمام. هذا الشاب يقدم فعلا شيء حلو. طيب. وبالبيس زاد لا تزعل. زاد. وبالبيس اكابر. بس هذا الشاب فعلا فيديوهاته رائعة. ابو صقر، شنو هوايتكم وانتم صغار؟ حلو السؤال. شنو هوايتك ابو الحكم وانت صغير؟ اني هوايتي وانا صغير يا معلم فكر. احب البسكليت. انا هوايتي اصير طيار. لا لازم انت تكبر لي هواياتك، خلي هواياتك اصغر. هاي هوايتي يعني. هوايتك وانا صغير. اني هوايتي شوف ركب البسكليت، احب البسكليت، واكثر شيء احبه بحياتي هو التمثيل، حلمي اني اكون ممثل. ان شاء الله توصل لحلمك. مستحيل بحياتي. اللي بعده. هل وجه بده يصير ممثل؟ بس الحمد لله انه التيك توك فتح لنا هالمجال. ابو يوشع، تمام. طبعا يسالنا يقول تقبضون مصاري من التيك توك واليوتيوب؟ طبعا احب اقول لك انه حاليا ما شفنا ولا ليره لا من التيك توك ولا من اليوتيوب. نعم. احنا هاي الفيديوهات اللي كلها قاعد ننشرها لسه ما شفنا منن ولا ليره. شو اسمه هو؟ ابو يوشع. ابو يوشع، احب اقول لك انه اقسم بالله العظيم نحط من جيبنا مصاري. نعم. صدق؟ قل لي شلون؟ هذا التعب طبعا اللي قاعد نتعبه. شلون نحط من جيبنا مصاري؟ راح اقول لك شلون. اول شيء القاعده اللي نصور عليها هاي اللي حاطينها حس حاليا حقها مصاري، مزبوط؟ نعم. الكنزات اللي نشتريها مشان طبعا لو انه نحن ما يهمنا المظاهر، بس لا تواخذني مي حلوه تظل طالع بكنزه واحده. مزبوط. يعني اوقات تروح على الباله نشتري من الباله، لاحكي لك الصراحه ما نشتري هدوم جديده، انا واحده الناس احب البس من الباله، ما اروح اشتري هدوم جديده تعجب الناس، لا. نعم. اشتري هدوم من الباله مشان زاد لا تواخذني اطلع قدام الناس يعني نغير مشان ما الناس تنتقدنا، فاحب اقول لك نحط من جيبنا ما ناخذ. وباليوتيوب ان شاء الله لقدام ما ناخذ. اليوتيوب يعني زي ما يمكن ما يكون ننجح. يصير عندك 4000 ساعه و1000 متابع لتكون تقبض من اليوتيوب. شوي وما نعرف يمكن ما ننجح لسه باليوتيوب. ما حققنا ال 4000 ساعه يعني صراحه. تفضل خذ اللي بعده. اللي بعده. فما نقبض من وبكل الأخير. صراحه نجاوبكم. نعم. كابوس يقول لك ابا الحكم اكثر شيء نفسك فيه بحياتك؟ شو اكثر شيء لي نفس بيه؟ ايه. اكثر شيء لي نفس بيه بحياتي اني اكون ممثل، وهالشيء يمكن ربنا ما يقسم لي اياه، ركز بس، هذا الشيء يمكن ما راح يتحقق، بس هذا لي نفس بيه اني اكون ممثل. اللي بعده.
حيوتيتا ابو ايش شو اسمه كان اسمه هذا؟ دية حيوتيتا. دية يقول انتوا وين ساكنين؟ وش وضعكم بالتوك توك؟ طبعا احنا ساكنين بلبنان منطقة اسمها ادمى، ووضعنا بالتوك توك شلون ما فهمت السؤال طبعا يعني، بس انه يعني اكيد قصده مصاري او شيء او كذا. المصاري قلنا ما نقبض منه، واحنا فتحنا من بالتوك توك مقصدنا منه انه نكسب محبة الناس خارج أكيد. نطاق الشهرة. كثير ناس تفكر حطم انه النقطة هذه انه انا وبالحكم خارج نطاق الشهرة. كثير ناس والله لو نريد شهرة من وراء التوك توك نسوي شغلات بنهارين تشهرنا. نعم صح يا ابو الحكم مو صح؟ نقدر ندفع مصاري ونوصل شغلات كثيرة بنهارين يعني. غير المصاري اعمال نسويهن بنهارين ننشهر نعم. بيهن، بس نحط كل شيء على جنب ومحبة الناس على اكيد جنب، اكيد وبنهارين اني مستعد الناس كلها تعرفني. ايه بس بشغله اقول لك اياها، نحن المفتنا بهالمجال اقسم بالله العظيم مو مشان شهره، بس لدافع انه نفضي نفسنا عن هالغربه نعم. اللي عايشينها وبعيد عن اهلنا ونكسب محبه الناس لا اكثر. اسحب اللي بعده نعم. والبس. تحياتي لك يا دية. هذا السؤال اللي بعده. تعليقات كثيره ها لسه. ابو علي يقول باسل انت متجوز؟ لا بالله انا عزابي خذ اللي بعده. ماني متجوز بكل صراحة يعني. اللي بعده وين رايح يا علاء؟ ايه برافو يلا حلو. همس الروح. شوف سبحان الله ابا الحكم انت علاء متجوز؟ ما تستنى الله قربنا نخلص. خلهم يروحون قدامنا لاحقينهم. طيب احنا يلا يلا. همس الروح ابا الحكم انت متجوز؟ لا انا عزابي عزابي بكل صراحه. استنى ترى هم سوا اليوم. خلصنا يلا كمل. لا والله ضايعه. جود ستار شو حلمك يا ابا الحكم؟ حلمي قلت لكم اياه مرتين وهاي المره ثالثه اقوله. حلمي اقسم بالله اني اكون ممثل وبس. راح يلا حيهم. يلا حيهم. شايفين الفيديو ايش قد على الطبيعه؟ الشبع يسني على الكماشه. يعني لو من الناس اليوتيوبريه وقف الفيديو قطعه من الفيديو حيسني على الكماشه او يسالني على الكماشه. شنو المشكله؟ الوردة البيضاء. روح ادعس. الوردة البيضاء تسألني وتسألك يا ابا الحكم، ليش ما أسستم حياتكم؟ وليش ما كملتم نص دينكم؟ يعني تجوزتم ومرتبطين وباسل اشي يقرب لك. 20 سؤال سألك. شوف راح اجاوبها بسرعه على السؤال اللي علي. ليش ما اسستم حياتكم؟ انا اسست حالي وعمرت بيت وعمرت محل اخوي اللي بيه فتحه بالقلب، بس الحمد لله كل شيء راح بهالاوضاع. انهدى البيت وراح المحل وراح المصاري وراح كل شيء وما ضل لي نفس بشيء. وأنا بيتي بالنسبة لي جاهز. الحمد لله. بس ليش ما كملتم نص دينكم؟ يعني ليش ما تجوزتم؟ نصيب. الدين كامل ايه، بس أكيد. ما تجوزنا والله ما صار نصيب. وطبعا مشاغل الحياة هي اللي ما سمحت لنا. طبعا أنا بالنسبة لي ما سمحت لي إني أتجوز لحد الآن. كمل. مرتبطين؟ لا باسل إيش يقرب لك؟ بس اللي ما يقرب لي قلنا شيء. بالفيديو قبل طبعا إنه أنا وبالحكم ما نقرب بعضنا، مجرد أصدقاء بالقربة. تحياتي إيش يا مرتبط يا بلبيس؟ لا. شلون مرتبط بشوي؟ لا بدها صراحه قسم بالله تجيب راسك ما طاحين احد. روح. خلودي أول حكم متزوج ولا لا؟ انا عزابي قلت لك. روح ادعس اللي بعده. لا تروحون خلصنا والله. خلاص خذ اخر تعليق ثاني. هذا آخر تعليق. صار طبعا 20 تعليقات دقيقة. كثيرة والله. لسه بيسوي فيديو النوب إن شاء الله. كريم حمادة لازم يقرب لك. كريم حمادة مو؟ لا انا كنيت الحماده بس. أبا الحكم بس تنشهر شو بدك تسوي؟ تسافر مثلا؟ والله بصراحه حلمي اسافر. وين تسافر؟ اسافر على سوريا. بس تنشهر تسافر على سوريا؟ اي والله. العمل ايش بيها سوريا؟ دخيل رب سوريا ابوس قلب سوريا. تعرف أنا حلمي بس انشهر شو اسوي؟ شو تسوي؟ اجيب طبخة يبرق اجدانة واقعد عليها واكلها كلها. وحلمي اني بس انشهر اساعد الناس الفقراء. اي والله صحيح. اقسم بالله العظيم. وبنهايه هذا الفيديو حبايب قلبي لا تنسوا بالبيس بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. ليش؟ طبعا. تفعيل الجرس لو قطعت حديثك. تفعيل الجرس شيء مهم جدا جدا لحتى كل ما ينشر منشور يبين عندك بالاشعارات بالبردايه انه نشر منشور. نعم. وحطينا لكم رابط ابن خالتي زلمه ينشر ديني، اتمنى منكم تشتركون بيه، ولما تروحون تشتركون عنده حبايب قلبي قولوا له نحن من طرف ابو البيس وابو الحكم. تفضل يا ابو البيس. حبايب قلبي. وطبعا الفيديو الجاي كمالة التعليقات راح يكون عند ابو الحكم بالفيديو تبعه، لانه صراحة لسه بيه كثير. لما يجي واحد يقول مثلا انه انتم ما طلعتم تعليق، ان شاء الله اذا الله راد احنا التعليقات كلها سجلناها ولسه على تاجينا تعليقات جديدة. تمام. يعني احتمال لسه بيهن في مقطعين. تمام. وان شاء الله اذا الله راد الفيديو الجاي راح نكمله عند باسل. انا طبعا راح اسوي فيديو زاد بصفحتي على التيك توك مزبوط. ان شاء الله اذا الله راد،
وناخذ زاد تعليقاتكم، واتمنى انكم تعلقون عندي على التيك توك رح اسوي لكم مقطع فيديو نفسه تماما اذا الله احيانا. وبتمنى كل واحد شاف هذا الفيديو يشترك بالقناة، وتحياتي لكم أجمع، وإن شاء الله بس ننشهر ما راح ننساكم ها، ولو إنه ما ندور شهرة إحنا. لا ندور. باي باي. معقولة بصراحة قلنا الأسئلة؟ بصراحة أنا كلها جاوبتها بصراحة. يلا حال المتابعين والسلام عليكم.